طيب يا بنت الناس حاولي انك تفهمي. انا قد كلمتك 1000 مرة انه تكاليف العرس كلها جاهزة، ولكن انت عارفة هذا الحين ضغط عمل وزي كذا وموسم، وانا قلت بخليها لمن بعد العيد. بكلم صاحب العمل اني اخذ منه اجازة يجي وقد العمل خف ان شاء الله، وانزل نسوي الزواج ان شاء الله. طيب خير ان شاء الله. بالحين انا في العمل، لما نخلص متواصلين ان شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. تمام الحمد لله، حياك الله. هو بيجهز ان شاء الله. باسم من؟ محمد ابراهيم. باسم محمد ابراهيم. ايوه جاهز. شوف على فكرة هذه المرة اعطيناك ثوب ترند الموسم، خلية النحل، يعني حاجة حلوة بتشكرنا عليها ان شاء الله. انا واثق فيك يا امجد، واساسا انا ما اجي المحل هذا الا عشانك. الله يسعدك. ما تقصر. هو المحل يرحب فيك في اي وقت. الله يعطيك العافية. يا محمد بالله شوف له ثوب باسمه محمد ابراهيم. محمد ابراهيم. ايوه. هذا هو. شكرا لك اخ امجد، الله يعطيك العافيه وما تقصر. امين يا رب. الله يسعدك وتحت امركم في اي وقت. لك يا امان الله. يا أمجد، من يوم ما أجيت وأنت تتكلم مع الزباين تمام، والزباين حبوك، وأنا القديم هنا اللي لازم أكون فوق المحاسبة. بس سهل يا أمجد، سهل. ما شاء الله العمل مرتب يا أمجد، الله يبارك فيكم ما شاء الله تبارك الله، العمل طيب جدا. يلا نشوفك على خير، أنا بطلع البيت. صباح الخير. هلا الله اللي هم ابو مشعل كله عندنا في الصباح، مش من عوايده يجينا هو العصر، الليل من الدوام. لا صبحك ولا ارضي عليك. يا سلام، وكمان في يدك الفلوس. هلا يا ابو مشعل، خير ايش فيك؟ شوف يا حرامي الكاميرا قدامك. حرامي ايش؟ حرامي ايش؟ شوف الكاميرا قدامك راجع. أمجد أنا خلصت أرتب الأقمشة وبروح اليوم بدري. يدوم الله معك. بس يا أمجد موجود فلوس هنا، تشيلها معك وتجيب لي هي للعزبة. طيب حاضر، بس ايش رايك تاخذها انت معاك، لانه انا عاد باقي لي شويه جرد واكمل حسابك. يا أمجد تشيلها معك أنت عشان أنا بروح مشوار وخايف تفوت حق الناس. طيب حاضر، ما تبشر. ايوه ذكرت، انت لم فاهم غلط يا ابو مشعل، خلينا افهمك ايش اللي حصل بيني امس انا لا تفهم ومحمد. ولا حاجه، كل شيء واضح. انا غلطان، مش انت الغلطان، انا اللي غلطان ان انا وثقت فيك وحطيتك وكنت عليك داخل المحل. يا محمد تشيل الفلوس تمشي. محمد لحظه يا ابو مشعل، محمد فاهم ايش اللي حصل امس، فاهم انك انت قلت لي لا خذ ولا الفلوس. حاجه، برا من المحل. طيب اعطينا فلوس اخيره. امشي من المحل ولا ابغاك، امشي من هنا. طيب انا بطلع من محلك، وانت يا محمد حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمد، اتهمتنا بالسرقة وقطعت رزقي، هذا كله عشان ايش؟ معقول عشان يترقى في عمله ولا عشان زيادة راتب؟ في الأول والأخير صاحب العمل بيستغنى عنه نفس ما استغنى عني، لأنه صاحب عمل، نفس ما جاب أنا وجاب محمد بيقدر يجيب غيرنا. محمد هذا حسبي الله ونعم الوكيل فيه، فيما قطع رزقي، وأن الله بيعوضنا كل خير.
والله يا محمد انك فاجأتنا بجيتك لعندي انت عادك تعبان. على فكرة انا قلت بازورك كنت اليوم ولا بكرة؟ ما في شيء مفاجأة يا أمجد، والله ما حد قد سوى لا صديق ولا أي شخص قد سوى اللي سويته معي. يا محمد انا اللي سويته عادي، هذا واجب علي. بس كيف دبرت الفلوس وأنا اللي قطعت رزقك وأنا اللي كان سبب خروجك من المحل؟ كيف دبرت الفلوس هذه وحق التكاليف والعملية وكل حاجة وحق المستشفى كامل؟ كيف سويت يا أمجد؟ انت عارف يا محمد اني كنت بروح اتزوج بعد العيد، ولكن انت عارف بسبب المشكلة التي حصلت بيننا هناك والله يسامحك، فانا اخذت تكاليف العرس كامل ودفعتها لك للمستشفى. لان اليوم انت بكره انا، واحنا سيبنا وطننا سيبنا بلادنا واغتربنا اجينا بلاد الغربة من اجل نتكاتف، مش من اجل انت تسوي لي مصيبة وانا اسوي لك مصيبة، من اجل انت تدبر لي مشكلة وانا ادبر لك مشكلة. لا، لازم نتكاتف، احنا هنا بلاد الغربة بلاد الناس، لازم نطرح يدنا بيد واحدة نتكاتف، تكون عون لي وكون عون لك. هذا اللي لازم يصير في بلاد الغربة يا محمد.